السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده فريق مسرح مدرسة علي ابن أبي طالب بسرس ليان. الفريق ده حاصل على لقب الفائز الأول على مستوى جمهورية مصر العربية لعام 2008. كنا قائمين على العملية المسرحية مش بسرس ليان في هذه الفترة، بل كنا بنشتغل على مستوى المنوفية بالكامل. في الفترة دي ركزت كل أموري إن أنا أطلع بفريق من سرس ليان قوي نقدر نصفي بيها على مستوى الجمهورية. ركزت على فريق علي ابن أبي طالب وطلعنا بالأولاد دول كل بنات، حتى البنت اللي واخدة دور الولد اللي واخدة دور ياسين طالعة بنت ومركبة شنب، وكانوا أبناء أفاضل وأولاد معروفين من خيرة البنات وكلك معروفين. أنا ممكن أقول أسمائهم مين وبنت مين، بس لأ، أنا عايز الأمور تكون أجمل من كده، وحضراتكم من خلال متابعة هذا العرض الجيد جدا 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 واللي فاز على جميع المواقع وخد اول جمهورية بجد. ما هو النهارده يقول لك ده احنا خدنا اول مش عارف ايه. لا 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 لا، ده بينضحك عليكم لان انتم ما خدتوش اول خالص. ده موضوع مجاملات في مجاملات، لكن احنا كنا فحتنا في الفترة دي في الصخر وخدنا اول جمهورية بجد، وكل المحافظات وكل مكان كان بيتكلم عنا ان احنا خدنا اول جمهورية. النهاردة الموضوع بقى حاجة كده غريبة، يقول لك خدي يا عم البنتين دول 3 واثبت حالة وتعالى. ايه ده؟ اذا كانت التربية المسرحية النهاردة في التربية والتعليم هتكون بالشكل ده يبقى العوض على الله. فكنا قائمين على العملية المسرحية بالمنوفية بالكامل، وأيضا كنا بنتجول خارج المنوفية، كنا بنقوم بها على أتم وجه، وكانت بتتاخد بمهنية وحرفية. أتمنى يا ريت النموذج اللي حضراتكم شايفينه ده، يا ريت ألاقي الفترة اللي احنا فيها صورة من النموذج ده. فيه مشكلة كبيرة النهاردة بتحصل بالفعل، ألاقي معلم حياته كلها بعيد عن المسرح نهائي، وأفاجأ فيه تقديم لموجهين ألاقيه طلع موجه مسرح. إزاي؟ يقول لك أنا دخلت موجه مسرح وخلاص، يلا تقضية واجب. واجب إيه؟ ده انتوا كده بتهدوا في العملية التعليمية. ازاي ان انا ماليش في الموضوع وادخل اثبت حالة؟ يعني انت مهمتها تروح تتفرج على الولاد، قال صح قال غلط، عمل حركة صح حركة غلط، ادى اداء صح اداء غلط، تسقف وخلاص ويلا شكرا واصرف له وجبة واصرف له بدل انتقال. هو ده مهمتكم يا جماعة؟ فاقد الشيء لا يعطي. الولاد دول اقسم بالله كانوا بيتحركوا بالإشارة، وكانت الإشارة اللي معايا حاجة واحدة، صباعي. عارفة البنت شغالة وطرف عينيها شغال مع صباعي، ريحة جاية. ولاد عندهم نسبة نباهة ونسبة حضور بسم الله ما شاء الله عليهم. ربنا يحفظهم ويبارك فيهم ويبارك في أسرهم. النهاردة كلك أصحاب أسر ومسؤولين عن أسر. أنا بقول لهم أنتم أقوى بكتير وعندكم نسبة حضور بكتير عن فنانين كبار معروفين في التلفزيون وفي كل مكان. أنا بحركهم أنا من خلال شغلي، أو هم شغلهم هم معايا. أنا النهاردة شغالين الناس معايا، والله أنتم عندكم نسبة حضور أديهم 100 مرة. بحييكم يا طلبة وطالبات مدرسة علي ابن أبي طالب الفائزين على مستوى الجمهورية لعام 2008. لكم مني كل التحية والتقدير والاحترام. وقبل ما اختم مش عايز انسى الدور
الحقيقي والفعال للناس اللي كانوا دايما بيدعموني وبيساعدوني بكل قوتهم، الأخ المحترم الأستاذ ممدوح المخرط، والأخت العزيزة المحترمة الزميلة رباب نوار. لهم كل التحية وكل التقدير والاحترام، وتحياتي لكل أبنائي اللي أنا هعرض شغلهم حالا عشان أكون سعيد بيهم وهم أيضا يشوفوا نفسيهم كنا حاجة جميلة جدا. تحياتي لحضراتكم. لأن لسه شايفاكم منام وكله خير كله خير يا بني.